ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن طريقة رسم الأنف أو المناخير. تمام يا جماعة؟ طيب هنبدأ ازاي؟ أول حاجة لازم تعرفها الجمجمة بتاعتك شكلها عامل ازاي، وزي ما انتوا شايفين أنا عندي 3 أشكال للجمجمة. تمام؟ أو بمعنى أصح 3 أوجه لشكل الجمجمة اللي هو ايه؟ الفرونت فيو أو الشكل من قدام، والثري كوارتر فيو الشكل من ال3/4، والبروفايل فيو او السايد فيو اللي هو الشكل من الجنب. تمام. طيب ايه اللي حضرتك راسمهولي ده؟ تعالوا نقرب شوية كده ونبص شكل المناخير عامل ازاي من قدام. طيب اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم ده شكل المناخير، هو عبارة لو جيت بصيتوا حتى من هنا من الثري كوارتر فيو من الشكل من هنا او حتى من الجنب هتلاقي حتة عظمة كده. تمام. العظمة اللي طالعة قدام حضرتك دي. تمام. وبعد كده في شكل زي ما تقول كافيتي او شكل فجوة من فجاوي كده كبيرة، جزء فراغ. تمام. في الجمجمة في الجزء بتاعت المناخير. فانا يا دوب اللي ظاهر عندي من الجزء هنا هو جزء عظم. تمام. اللي بيسموه البوني بارت او اللي هو الايه الجزء العظم اللي موجود في السكال بتاعتي. تمام. طيب انا دلوقتي المناخير بتاعتي بحولها او بعملها عمليه الكونستراكشن بتاعها. ايه الكونستراكشن ده؟ زي ما قلت لك هي مرحله البناء، التشييد، الاساس بتاعي. تمام. فبسهل على نفسي شكل رسمه المناخير. طيب هيجي واحد يقول لي طب انت عرفت منين اصلا ان شكل المناخير بالشكل ده؟ وايه اللي قدامي ده؟ انا مش فاهم. تمام. طيب انا اقول لحضرتك حاجه، انا بقسم المناخير لحاجه اسمها الميجور بلينز او معنى اصح المسطحات الكبرى. في طبعا حاجة اسمها الماينور بلينز أو المسطحات الصغرى، بس أنا مش هتكلم فيها. أنا هحاول على قد ما أقدر إن أنا أفهمك شكل المناخير زي ما تقول كده إيه الشكل الأكبر بتاعه، يعني الصورة الكبيرة بتاعته. في بقى الماينور بلينز دي الناس اللي بتحتاجها اللي ترسم رسومات رياليستيك واقعية، وعايزين بقى يرسموا كل تفصيلة كبيرة وصغيرة. تمام. انا هعرفك التفصيله الكبيره، التفصيله الصغيره دي تقدر انت بقى ايه تدخل اكتر في جزء الاناتومي التشريحي بتاع المناخير، وتبدا تعرف بقى الماينر بلينز بتاعتك. تمام. طيب ايه هي الميجر بلينز اللي انت بتتكلم عليها دي؟ والله الميجر بلينز بتاعتنا اللي هي زي ما انت شايف قدامك. تمام. ايه هي بقى الميجر بلينز بتاعتنا؟ زي ما قلت الايس الكيستون. الكيستون دي او بيسموها الجلابيلا، او اللي هي الجزء اللي ما بين الاي ساكت والاي ساكت، الجزء ده يا جماعه. تمام. الجزء ده اللي حضراتكم شايفينه ده اللي فاصل ما بين اللي هو الجبهه والمناخير، وبعدين برضو فاصل ما بين الاي ساكت اللي على اليمين والاي ساكت اللي على الشمال. تمام يا جماعه. طيب دلوقتي عندنا الكيستون دي. تمام. لو جينا خدنا الخط ده كملناه كده، ده الخط اللي احنا هيبقى زي ما تقول هو المنتصف اللي هن ايه اللي بيقسم لنا الاي بول. طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده الايه الفيديو اللي فات. بيقسم لنا الاي بول بتاعتنا او الكرة العين، بيقسمها لنا لايه لنصين. تمام. اللي عندها ببدأ ارسم الايه العين بتاعتي. تمام. طيب عندنا بقى المسطح اللي انت شايفه فوق ده اسمه التوب بلين او المسطح العلوي. تمام. وعندنا 2 سايد بلينز او معنى اصح مسطح جانبي من على اليمين ومسطح جانبي من على الشمال. تمام يا جماعة. وفي المسطح اللي تحت اللي هو بيسموه الباتم بلين او المسطح السفلي. يبقى ده الجانبي. تمام. هنا ده العلوي. تمام. وده السفلي. تمام يا جماعة. طيب إيه انت هتقولي دلوقتي طب انت راسمها كده على اي اساس؟ انت ممكن ترسمها باشكال كتير، يعني مثلا ممكن تعمل كده. اهم حاجة الكونستراكشن ده يا جماعة عشان يسهل علينا، وممكن تقفلها بالشكل ده كده. تمام. مش شرط تيجي ترسم الايه الزاوية اللي هي هنا دي او الكيرف اللي هنا ده. مش شرط تحدد لي قوي شكل الوينجز او الاجنحة اللي موجودة، إيه اللي هي المناخير من الجناب اللي فيها النوسترلز او فتحات المناخير. تمام. احنا عارفين ان المناخير بتاعتنا تمام بيبقى شكلها مثلا ايه، بيبقى فيه اللي هي الجزء اللي في الجناب ده. تمام. وهعرفكم كل حاجة بالظبط. فانت لما تيجي تعمل الكونستراكشن بتاع الاستراكشر بتاعي، فانا زي ما قلت لك انا ممشيها بالنظام ده. تمام. عشان يحدد لي بس شكل الوينجز بتاعتي او الاجنحة بتاعتي.
تمام؟ طيب أنت ممكن ما تعملش كل ده وزي ما قُلت لك ترسمها بشكل بسيط. طيب أنت كمُعتَز يعني أو أنت كراجل بترسم، أنت عرفت الكلام ده منين؟ تمام؟ طيب أنا هاقول لحضرتك على حاجة، تعالوا دلوقتي نقفل مثلًا دول وتعالوا نجيب مثلًا الشكل الأولاني بتاع المناخير من قدّام، تمام؟ تعالوا نعلّي الopacity بتاعته شوية، آدي شكل المناخير بتاعتنا، تمام؟ فلمّا جيت أحاول أبسّط الموضوع، أعمل الstructure بتاعي، فإيه، باقوم جاي مقلّل شوية عشان أشوف شوية تفاصيل، يعني أقدر إن أنا لمّا آجي أرسم فوقيها أبقى شايف، وهابدأ مثلًا إيه، أرسم دلوقتي دي الkeystone بتاعتنا يا جماعة، دي الkeystone بتاعتنا، وده الشكل اللي نازل منين، من هنا، عشان يعمل لي الإيه، يجيب لي الeye socket بتاعتي إيه، كاملة، تمام؟ طيب أنا دلوقتي ده المسطح اللي قُلنا عليه الإيه، العلوي، ده المسطح إيه يا جماعة، الجانبي، تمام؟ وده المسطح الجانبي التاني، نزلت النزلة اللي هي بتاعة شكل الwings بتاعتنا، الأجنحة بتاعتنا، ورسمت الإيه، الbottom plane بتاعي أو المسطح السفلي بتاعي، تمام؟ الkeystone بتاعتي أنا ممكن تنزل إيه، شوية على حسب، لإن أنا زي ما قُلت لك على حسب الدنيا ماشية معاك إزاي، في ساعات بيبقى ال العين جاية من النُص هنا بالضبط، تمام؟ وبيبقى ده الشكل بتاع الkeystone، شايفين الcurve اللي فوق ده، الcurve اللي أنت شايفه فوق ده، ده اللي أنا كنت مورّيه لحضراتكم هنا، ده الcurve اللي أنت شايفه فوق هنا، تمام؟ الجزء اللي أنت شايفه فوق ده، ده الcurve بتاع الkeystone بتاعتي، إنما الkeystone بتاعتي ممكن مكمّلة كده، تمام؟ جميل يا جماعة؟ طيب ده الجزئية بتاعة لو هارسم الجزء الstructure بتاع أو الconstruction بتاعي بتاع الوِش اللي قدّامك اللي أنت شايفه قدّامك ده. طيب تعالَ نشوفها من جزئية تانية، تعالَ مثلًا نجرّب من اللي هو الthree quarter view زي ما قُلت لك هيدخل فيها بقى إيه، الperspective بتاعي زي ما شرحت قبل كده، تمام؟ طيب تعالَ نرسمها بقى، نرسمها إزاي؟ نرسمها بالشكل ده still الkeystone بتاعتي، تمام؟ وزي ما قُلت لكم في الcurve ده لو أنت عايز ترسمه، تمام؟ طيب آدي الtop plane بتاعتي أو المسطح العلوي، تمام؟ آدي المسطح الجانبي أنا مش شايفه كُلّه بسبب الperspective زي ما قُلت لحضرتك، تمام؟ المسطح الإيه، الجانبي، وآدي الwings الأجنحة بتاعتي، تمام؟ وده يبقى شكل إيه، الbottom plane أو المسطح السفلي، ده المسطح الجانبي، ده المسطح العلوي، تمام؟ وده جانبي، وده جانبي، وده سفلي، تمام؟ ودي الkeystone بتاعتي يا جماعة أو الglabella، تمام؟ طيب تعالَ نشوفها من جزء تاني برضه من من الجنب، تمام؟ تعالوا نشوف هيبقى شكلها معايا عامل إزاي، تعالوا نقلل الopacity سِنّة عشان نرسم فوقيها، طيب هيبقى زي ما قُلت لكم ده شكل من الجنب أهو، تمام؟ الkeystone بتاعتي أهي، طبعًا عشان أنا من الجنب ممكن الكلام ده كلّه ما يبانش، المسطح العلوي بتاعي مش هيبان، تمام؟ مش هيبان، ليه؟ لإن أنا من الجنب، يعني الجزء اللي فوق ده لمّا آجي أبُص عليه من الجنب هنا الtop plane دي مش هتبان، تمام؟ وأبدأ أرسم الجزء بتاعي ده كده، أتّبع شكل المناخير، تمام؟ ده الbottom plane بتاعتي، وده الإيه، ده الجانبي يا جماعة، تمام؟ وده السفلي، هُم دول بس الاتنين اللي أنا شايفهم، أنا مش شايف الجانبي اللي هناك، وفي نفس الوقت مش شايف الإيه، الجزء العلوي بتاعي، زي ما أنتم شايفين كده. تمام يا جماعة؟ فهي دي الفكرة في فكرة إن أنا عملت عملية الconstruction، تمام؟ طيب تعالَ نشوف بقى المناخير أصلًا نفسها بتتكوّن من إيه كanatomy، تمام؟ طيب زي ما قُلت لحضرتك آدي الشكل أهو من ال3/4 عشان نقدر إيه، نشرح ونفهم مع بعض، لإن لو وريتها لك من قدّام بيبقى في تفاصيل مش باينة، وريتها لك من الجنب بيبقى برضه في تفاصيل مش باينة، فال3 quarter هو أكتر حاجة ممكن إيه، تضبّط لك الدنيا شوية. طيب تعالَ نشوفها هتبقى إيه، شكلها عامل إزاي. تعالوا ندوّر هنا، نشوف آدي الsketch بتاعي، تعالَ نشيل كل ده، تمام، ونسيب السكتشات. أنا دلوقتي قدّامي هنا
الجزء بتاع السكال بتاعتي، وزي ما قلت لك الجزء اللي فوق ده اللي هو البوني بارت او جزء العظم بتاعي. تمام. طيب شايفين حضراتكم الجزئية دي اسمها البريدج، يعني الجزء ده كله اسمه البريدج بتاعي. البريدج بتاعي يعني اسمه الكوبري، تمام، او المعبر. البريدج بتاعي هنا بيتكون من جزئين، الجزء الاولاني اللي هو العظم بتاعي اللي انتوا شايفينه ده بلون جراي فاتح، والغامق ده كارتلج. كارتلج هنا مقصود بيها اللي هي الايه، الغضروف. تمام، يبقى جزء غضروفي وجزء عظمي. تمام، يعني لو جينا هنا كملناها هنا زي ما انتوا شايفين في الجزء ده، هكمل المناخير بتاعتي كده. تمام يا جماعة، ودي تكملة الايه، العظم بتاعتي. يبقى انا لو جيت رسمتها بالشكل ده هنا، بقى ده شكل الايه يا جماعة، شكل البريدج بتاعي. ده شكل البريدج بتاعي. تمام، زي ما انتوا شايفين حضراتكم هنا. خلينا نشيل دي كده كأنها بالمنظر ده، كأني بكملها على الاسكال. هرسم الايه، المناخير بتاعتي. بقى عندي الجزء البوني بتاعي او الجزء العظم اللي هو كامل اللي هو البريدج، بيتكون من حتة عظم وحتة ايه، كارتليج. طب تعالى نكمل. الجزء اللي قدام اللي حضرتك شايفه ده اسمه البول. تمام، وهي عبارة، البول هنا اللي هي المقصود بيها الايه، الكورة. تمام، بس هي طبعا مش شكل كورة، بس هي بيبقى ايه، عاملها على اساس انها لها شكل كروي يعني. تمام، الشكل الكروي بتاعي ده، البول بتاعتي دي حضراتكم بتبقى ايه، تعالى هنا شكلها اهو، بتبقى جزء برضو كارتلج او جزء غضروف. تمام، بيبقى جزء كارتلج اللي هو الغضروف. تمام يا جماعة، زي ما انتوا شايفين هنا. طيب شكلها عامل ازاي انا لما هاجي ازودها هنا عندي؟ تمام، برسمها كأنها ايه، الجزء اللي هو اللي قدام في المناخير بتاعتي، الجزء اللي هو قدام في المناخير عندي. تمام، والجزء اللي هو نازل وفاصل ما بين الفتحات بتاعت المناخير بتاعتي. تمام يا جماعة. طيب والجزء الأخير خالص اللي هو الفاتس، الجزء بتاع الفاتس اللي هو ايه، اللي هو الدهون. تمام، ودي بتبقى الوينجز بتاعتي، اسمها الوينج أو الأجنحة. تمام. تمام يا جماعة. طيب تعالوا احنا دلوقتي بعد ما رسمنا وعرفنا وتعرفنا على الشكل المناخير عاملة ازاي. تمام، دي يا جماعة اللي انا قلت لكم ده شكل الاناتومي بالتفصيل قوي يعني. بس انا دلوقتي زي ما قلت لكم عايز اقسم ده لشكل، لو عايز ارسم شكل المناخير طب اعملها ازاي؟ تمام، انا زي ما قلت لكم انا ببدأ بالاستراكشر بتاعي. تمام، انت بترسمها زي ما انت عايز تبدأ بالاستراكشر براحتك. ادي الكيستون بتاعتي، مش شرط تبقى اكيوريت قوي يعني. تمام، وده الجزء اللي لافف ده اللي هو الجزء العظم اللي بينتهي عندي هنا. تمام. طيب بكمل عشان خاطر ارسم التوب بلين بتاعتي، انا حددتش اشكالهم عامله ازاي. تمام، وده السايد بلين او الجنب بتاعي، البلينز المسطحات اللي في الجنب، وده شكل الايه، ده شكل الكونستراكشن بتاعي لو عايز ارسمها بره هنا. تمام، زي ما حضراتكم شايفين ادي الكيستون، ادي الشكل اهو. تمام، ده الشكل الجانبي، والجانبي السايد بلين والسايد بلين. تمام، انا بعمل الشكل ده ليه؟ ده انا زي ما قلت لكم عشان يبقى الاساس بتاعي اللي برسم عليه. تمام. طيب الاساس بتاع حضرتك بترسم عليه ازاي؟ يعني انا لو جيت قللت الاوباسيتي بتاعت دي شويه وبدات ارسم فوقيها هنا، فيبقى الشكل بتاعي زي ما انتوا شايفين. ادي الحته اللي طالعه فوق دي. تمام، وادي شكل المناخير عندي. تمام، الجزء اللي في النص ده الفاصل ما بينهم اللي قلت لكم هي البول بتاعتي، وادي شكل النوسترلز او فتحات المناخير بتاعتي. تمام، وادي شكل الوينجز بتاعتي او الجناح بتاع المناخير. تمام يا جماعة، ده الشكل بتاعي. انا دلوقتي كل اللي عملته ان انا رسمت شكل المناخير لمجرد ان انا عارف شكل الاستراكشر بتاعي تحتها عاملة ازاي، الاستراكشر بتاعتها تحتها عاملة ازاي. تمام يا جماعة. طيب هي المناخير زي ما قلت لحضراتكم هي عبارة عن شكل، طبعا لما يبقى بتيجي تبسطها وبترسمها بستايل ممكن طبعا تعمل بلاوي يعني. في بقى الماينور بلينز اللي انا بقول لحضرتك عليها دي بقى قصة طويلة زي ما قلت لك، ممكن ايه
تفهمها زي البلينز ادي عندي المسطح اللي تحت كله بيتكون من مسطحات برضو. الجزء اللي فوق هنا مش مجرد التوب بلين بتاعي مش مجرد ايه مسطح بالشكل ده، لا ده هو ساعات بيتقسم لجزء كده وجزء كده وبعد كده يرجع تاني مش عارفه ايه. ففي قصة طويلة كده. تمام. بس انا بقول لكم دي ابسط حاجة لفكرة رسم المناخير. طب تعالى نرسمها من الجنب هنا. انا برضو هبدأ بالاستراكشر بتاعي. تمام. الكيستون بتاعتي. تمام. وعندي جزء هنا بسيط باين من الجنب. ادي الاستراكشر بتاعي اهو. الكونستراكشن بتاعي هنا وشكل الوينجز بتاعتي. وابدأ على اساسه ان انا اقسمها هنا عادي. عندي هو النوسترل دي الأولى، فتحة المناخير الأولى وفتحة المناخير التانية، وأبدأ أرسم إيه شكل المناخير بتاعتي. تمام. فهي الفكرة كلها في التبسيط، إن أنت بتحاول تبسط على قد ما تقدر عشان خاطر تقدر ترسم. في ناس بترسم المناخير بأشكال كتير جدا 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 يا جماعة. تمام. طيب أنا عايز دلوقتي أرسم المناخير، أنا أوريدي عرفت لما أجي أعمل بقى أرسم أحاول إن أنا أستايلايز الموضوع. مقصود بان انا بستايلايز الموضوع ان انا بسهل على نفسي او ارسمها بشكل ستايل. عندي المناخير دي في ناس بترسم دايره. تمام يا جماعه بترسم دايره وبعدين ترسم شكل فتحات المناخير بالمنظر ده وبعدين الوينجز بتاعتي. خلاص دي بالنسبه لها شكل المناخير من قدام. دي بالنسبه لها شكل المناخير من قدام. في ناس تانية تقوم جايه رسمه الشكل ده كده. تمام. فتحه المناخير. تمام. وده شكل المناخير بدل ما يرسم دايرة اللي هي الجزء اللي أنا شايفه قدامي ده كده. تمام. لأ بيقوم جاي راسم إيه الجزء اللي تحت ده. تمام. كل واحد بيحدد الحاجة على أساس الرسم طريقة الرسم بتاعته. تمام. في واحد هيجي يرسم هنا بيقوم جاي عامل إزاي، والله عامل كده رسم الباتم بلين بتاعه أو السفلي. تمام. وقوم جاي واخد الخط اللي هو ده. تمام. وقوم جاي راسم هنا وراسم هنا وياخد دايرة. ده بالنسبة له شكل المناخير. في واحد تاني يقولك لا أنا هاخد الدايرة بتاعتي من الأول واخد الجزء بتاع فتحة المناخير ده وفتحة المناخير ده وادي الوينجز بتاعتي. ادي المناخير من الثري كوارتر. تمام. طبعا احنا واخدين بالنا ان هو باصص لفوق شوية. في واحد تاني لا هيقوم جاي واخد الجزء من فوق ده اللي هي دي يرسمها بالشكل ده. تمام. ويرسم شكل النوسترلز بتاعته او فتحات المناخير. تمام. بالمنظر ده. في واحد تاني يقوم جاي لك لا يا عم انا هرسم الاول الخط بتاعي واطلع من هنا فتحة مناخير وهنا فتحة مناخير ودي بقى شكل المناخير بتاعتي. فهي الفكرة كلها انت بتعمل ايه دي دماغك انت لازم تعرف الاساس الاول وبعد كده تبدأ تشتغل بقى في ايه في بعد كده ازاي اعمل عملية الاستايلايزيشن دي. تمام. طيب تعالى ندخل بقى على ازاي نرسم الفم.